مميزات الزوجة الثانية للرجل. يكون الزواج الثاني به مميزات إذا كان قائم على علاقة ناجحة الهدف منها هو الاستقرار والحب والسعادة، وبالتالي يكون مميزاته هو إنشاء حياة زوجية هادئة مليئة بالمودة والرحمة. الله. واعتبر بعض المشايخ زواج الرجل من امرأة تانية يعد بمثابة مكافأة منه لزوجته الأولى. أنا نفسي أكافئ نشوة فعلا، حيث سيؤدي لها توفير الراحة تكون قد كبرت بعض الشرر. المهم أنا نفسي أكافئ نشوة، بس أجيبها لها إزاي؟ أجيبها لها إزاي؟ أنا عشان أجيب لها سر زي ده هتموتني. يا رب تيجي من عندك يا رب. أنا جعان والله يا بنت جعان. تعبت بقى. قوم حاجه كده وما عدتش لاقي اي حاجه في الدنيا عدله امي البيت مبسوط. لا انا لازم اجيب انبوبه تانية، انا مش عارفه اعمل ايه في الانبوبه اللي كل شويه بتفضل، لازم يبقى عندي انبوبه تانية. يا نشوة أنا جعان. أنت كل ده بتطبخ يا نشوة؟ أنا بص كويس ان انت جيت اصلا، كويس ان انت جيت، الحمد لله ان انت جيت عشان انا تعبت اصلا من حياتي ومن البيت ده، لا عارفه اعمل اكل ولا عارفه اعمل حاجه ولا عارفه اشوف حاجه ولا عارفه اسخن حاجه ولا عارفه احط حاجه في الفرن ولا عارفه اعمل الصينيه، لازم تجيب لي واحده تانية. انا تعبت والله العظيم ما عدتش عارفه استحمل ده. يا شيخ لا يكملك بعقلك. ده نفسي افتحك في الموضوع ده من زمان. انت فيك حاجه لله، يخرب بيت عقلك. اللهم لك الحمد والشكر. يكملك بعقلك يا شيخ، ابوس دماغي. انت ازاي حنينه وطيبه كده؟ انت ازاي كده؟ انت فرحان؟ ده انا هموت من الفرحه. انا كنت خايفه ان انت ما ترضاش. ما رضاش ايه؟ ده انت عايزين اجيب واحده ثانيه. وانا كنت خايفه. اللهم لك الحمد والشكر. للدرجه دي ربنا بيحبني. وافقت. ده انا الا وافقت. ربنا يبر بخاطرك. بس ده فرحان قوي ده انت وفرت عليا كلام وكتمه للدرجه دي يا نشوى ان انت متحضره ونفسك تسعد جوزك. وفرت ايه؟ انا غرمتك، ده هي غاليه، بيقولوا دلوقتي غاليه. غاليه يا ست، ما تشيل هي مطلقه. انا بصراحه يا نشوى انا بحبها ونفسي اتجوزها من زمان. ده انت مانيش عارف انا اقول لك ايه. انا عايز اشترك حبظك زي الاطفال. يا بنت ايه اللي انت قلتيه ده؟ ده انت لو كل زوجه صالحه زيك تقول لجوزها انا نفسي اجيب لك زوجه ثانيه، ده انت لو تعرف انا كاتم في قلبي ونفسي اعرفك عليها، نفسي تصاحبه. اللهم لك الحمد ولك الشكر. معقول نشوى مراتي هي من نفسها بتقول لي انا عاوزه اجيب لك عروسه، اجيب لك واحده ثانيه؟ روح يا شيخ، الله يكبر بخاطرك، الله يصلح حالك، ما تحرمش منك يا نشوى. في ايمان. انا بقول لك عايزه انبوبه تانية. عايزه ايه؟ انبوبه عايزة تانية. يعني انت قصدك على الانبوبه مش على عروسه؟